السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد من كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. المشكلة معانا تاني بتقول بنت جوزها طردها من يوم 1 ذو الحجة من غير هدوم أو تليفون أو فلوس أو أي حاجة خالص. المهم رحنا نجيب هدوم ليها تعدى علينا وفرج علينا الناس، أنا وأخوها وأبوها، وبعد كده واحد اتدخل وطلع معانا، خدنا شوية هدوم بيتي وروحنا مع العلم هي لسه ما خلفتش، متزوجة من سنة ونص. المهم عملنا قعدة، طلع في القعدة بيقول إنه بيراقبها على الفون بتاعها وفاتح صفحتها وكلامها مع أهلها وأصحابها، وبرضه معرفش يطلع عليها غلطة. المهم بعدين قال إن الدهب أهلها خدوه، هما بياخدوا الهدوم مع العلم إنه عامل خزنة في الدولاب، وبنتي نفسها ما تعرفش مكان الدهب من يوم الصباحية ولا شافته. المهم أنا وأبوها حلفنا على المصحف في القعدة وهو حلف إنه ما يعرفش حاجة عن الدهب. تمام، طيب احكموا يا رجالة. حكموا بثلاث حلول: أولا يا إما ناخد الفرش كله بس ما فيش دهب ولا مؤخر، والحل التاني تاخد حاجتها اللي هي جابتها و70,000 وبرضه ما فيش دهب ولا مؤخر. هو ده يرضي ربنا؟ قالوا الحل التالت معاكم المحكمة وما عندناش غير كده. ده كلامه هو وأخوه، واحنا كده كده عملنا محضر فيهم انهم خدوا الدهب من يوم ما كانوا بياخدوا الهدوم، واللي معاكم يعملوه. قلت لجوزي الكلام ده ظلم البنت اللي لسه عندها 20 سنة، فين حق الولية؟ والله الظلم ظلمات. قال لي محدش في القعدة عرف يوصل معاهم لحل. المهم عشان ما اطولش اكتر من كده اخترنا فرشاة و70,000 ورحنا نجيب حاجتها. فضلوا اخواته البنات يتخانقوا مع الناس اللي معانا، ورحنا لقيناهم لموا الحاجات بتاعتها من الدولاب في ملايات ودفايات، معرفناش نشوف ايه الموجود وايه الناقص. بس لما وصلنا بيتنا فرزنا الحاجة لقينا اخواته وهو خدوا معظم حاجتها، شنطها ومكياجها وساعاتها واكسسواراتها والجزم ولبس كتير من لبسها والهدايا اللي كان جايبها زي فانوس رمضان وخروف العيد وبنويل وعروسة المولد، وحتى علب المصاحف وتحف كتيرة وغيره وغيره. هي زعلانة على حاجتها دي وبتعيط من وقت ما جينا فرشها واتطلقت. قولوا لي اعمل ايه عشان اريح نفسيتها؟ اسفة طولت عليكم. بص يا ستي، بخصوص المشكلة يعني اللي انت حكيتيه دوت، احمد ربنا ان بنتك طلعت من القصة دي. يعني طبعا برضه انا هعيد ان انا سامع من وجهة نظرك انت، بس يعني انا شايف نص الحقيقة اللي انت قايله لي بس. تمام، فلو اللي بتقوليه دوت فعلا حقيقي فانت اصلا يعني تحمد ربنا وتسجدي الشكر لله كمان على اللي حصل. الحمد لله بنتك طلعت من ناس زي دول، والحمد لله الحمد لله ما فيش اولاد. دي بالدنيا دي لوحدها الحمد لله. ويا ست سبحان الله، يعني هو اللي يقبل يقبل. وصل حضرتك، هو ربنا مش هيسيبهم اصلا يعني. وما ربك بظلام للعبيد، طبعا ربنا مش هيسيب حق حد. انتوا ارتضيتوا بال70,000 وحاجتها مش مشكلة يا ستي. مشكلة ما جاتش معلش على الحاجات الناقصة، يعني كفاية ان بنتك يعني قدر الله انا بقيت مطلقة، يعني مش هتسوى اي حاجة. والناس زي دي كده يعني على الكلام انتوا بتقولي دوت سبحان الله، يعني ناس ما عندهمش دين اصلا. فاحمد ربنا احمد ربنا، يعني الحمد لله ان بنتك طلعت من هناك على خير، يعني طلعت من وسطهم على خير. وفاهم بنتك يا بنتي ما تخليهاش تزعل. تمام، يعني الحمد لله اللي حصل دوت سبحان الله يعني. يا عالم ربنا سايب لها الاحسن، يا عالم ربنا سايب لها الافضل ليها، واكيد ان شاء الله. وطبعا ربنا يعني مش هينساها وهيتولاها برحمته. فمانها ما تزعلش عليه، يعني الشخصيه دي ما يتزعلش عليه. الشخصيه باللي حضرتك بتقوليه دوت لا ما يتزعلش عليه. فالموضوع يعني ما تصعبوش على نفسك وقولي الحمد لله، واهم حاجه تطلعي بخير وفهمتك انها دي تجربه وعدت وما فيش اي مشكله، وباذن الله ربنا يقدم لها اللي فيه الخير. المشكلة بعد كده بتقول أنا سيدة أربعينية مطلقة، أعيش ظروف صعبة حيث لا مكان أعيش فيه سوى عند أختي. تقدمت إلى واحدة خاطبة فرشحت لي عريس أصغر مني ب4 سنين، هو موافق على فرق السن، قال مش مهم وخاصة إنه لا يرغب في إنجاب أطفال. بدأ الكلام معي، أحسست بإنه إنسان أخلاقه كويسة، وخاصة إنه عارف ظروفي وقابلها ومعايا بنتي، وقال هي زي أولادي وهتكفل بمصاريفها. وبعد كده ادى ميعاد للرؤية الشرعية، وبعدين اعتذر بحجة إنه عنده شغل، وبعدين حدد ميعاد آخر واعتذر. وحسيت انه بيرجع في كلامه بعد الوعود الكتيرة اللي وعدني بيها. وحدد ميعاد اخر، ولكن اثناء كلامه بدأ يلمح بكلام جنسي غير صريح. قلت له بلاش الاسلوب ده، انا فكرتي عنك كويسة، ولكن حسيت انه بدأ يضغط عليا بظروفي ان اقبل منه اي حاجة من حيث طريقة الكلام والتجاوز في الكلام عشان يتم الارتباط. وقال لي انا رومانسي ومن حق اعرف الست اللي هرتبط بيها
هي كمان بتحب الرومانسيه ولا ايه؟ قفلت الكلام معاه ولكنه بيطاردني بحجه انه مرتاح لي وعاوز يعرف هيكون في انسجام ما بيننا بعد الجواز عن طريق كلام التليفون، وانا قفلت معاه الكلام اكتر من مره بس بيرجع تاني. لو سمحتم الراجل ده بتاع جواز ولا عاوز يقضيها كلام؟ في حد مقرب ليا بيقول لي اصبري، يمكن يطلع صادق في كلامه، خاصة وأنا ظروفي صعبة جدا ومحتاجة حد يصرف عليا وعلى بنتي. لو سمحتوا قولوا رأيكم بدون تجريح، لأن ربنا بس هو أعلم بظروف. لو حد قابل شخصية زي دي يديني رأيه، أكمل ولا أقفل الموضوع؟ بص يا ستي، يعني من كلام اللي حضرتك نشره كاتباه بنسبة 99% دوت مش إنسان كويس ومش إنسان عايز جواز، مش إنسان يعني غرضه شريك من ناحيتك. أولا لو أي حد محترم بتقدم لواحدة، تمام، لازم يكون على قد ما يقدر يحترم، يعني يكون محترم معاه في الكلام، ما يتجوزش. التجوز دوت يبقى هو بيدور على حد يتسلى بيه، تمام. يعني دي نقطة. تاني نقطة، أنا مش عايزك تحطي موضوع ان انت 40 سنة ومطلقة وعندك اولاد ومش لاقي حد يصرف عليكي يخليكي ترمي نفسك لاي حد وخلاص، او اي حد اول عريس تقدم لك توافق بيه. ما هي المشكلة مش في كده. القصة اهم حاجة ان انا التجربة دي، يعني انا مريت تجربه قبل كده وفشلت بدين انت مطلقه واتطلقتي، يبقى انا التجربه الثانيه المفروض اكون اتعلمت من التجربه الاولانيه، فانا ما استعجلش في اختياري. يعني عامه، يعني الطبيعي اي انسان محترم بيحترم نفسه بيحترم ذاته بيحترم الانسان اللي قدامه مش هيتجوز معاه في حاجه زي كده، خصوصا ان لسه الموضوع يعني في بدايته، تمام. يعني مثلا مش كاتب كتاب ولا كده، فالكلام دوت ما ينفعش. الشخص دوت غير مسؤول، الشخص دوت مش داخل بنية جواز. طب وانت، هو باين لك كده لما انت بتقولي، قلتي ان انت حدد ميعاد الرؤيه الشرعيه وحصل اعتذار من ناحيته وبعد كده حدد ميعاد تاني وخد، يعني باين خد وقت بعد كده رجع يكلمك تاني. فواضح يعني من القصه دي ان هو انسان مش سوي، مش داخل ان هو ايه يرتبط بيكي كشخصك، بيقول عايز منك غرض الله اعلم. برضه انا بتكلم على وفقا للي انا شافته من الكلام بتاع حضرتك. فالشخصيه دي يعني انا نصيحتي بلاش، وهقولها لك تاني مره، بالله عليك ما ترميش نفسك، ما ترميش نفسك في اي تجربه جديده ولا تخوضي اي تجربه جديده الا لما تكون متاكده منها، عشان خاطر انت مش حامله يعني صدمه تاني، تمام. اصبري باذن الله، باذن الله ربنا هيعوضك خير. لكن مش عشان خاطر ان انا مثلا ظروف ضيقه معايا او ايا كان او اي كان ظروفي يخليني اعمل كده، تمام. ما تستعجليش وعند الله يعني ايه خير، وان شاء الله ربنا هيجبرك. معانا مشكلة تانية، بيقول أنا عندي مشكلة بسيطة وعايز رد منكم مقنع. أنا مهندس ياسر، مهندس ميكانيكا، 34 سنة، شغال في شركة بترول وعايش في القاهرة. جالي سفر تبع شركة اللي أنا فيها السعودية، وأنا بصراحة بدور على عروسة، مش عارف أرفض السفر أتجوز ولا أسافر، ولما أرجع أتجوز ما ينفعش أتجوز وأخدها معايا. بص يا باشمهندس ياسر، عايز الصح والمفروض لا ما تتجوزش ما تخطبش، سافر. لو انت خلاص خدت ان انت هدف ان انت هتسافر، لا سافر الاول، كون نفسك، اعمل اللي انت عايزه من السفر، بعد كده تعالى هنا اسس اسره واتجوز. هتقول لي لا او مش لا، هقول لك حاجه، اي ست في الدنيا انت تربط نفسك بيها، تمام. مش كل الستات تستجيب لموضوع الغربه. يعني اي ست هتقدم لها هتقول لك ماشي انا موافقه ان انت تسافر والكلام من ده كله، بس في ساعه الجد لا، الست ليها احتياجات لازم انت يعني لازم تاخدها منك، تمام. ليها حقوق عليك لازم تديها لها، فانت مش هتقدر تدي لها حقوقها طول ما انت بعيد عنها. فانا ليه ادخل نفسي في الحسبه دي؟ ليه ادخل نفسي المشاكل؟ يعني احنا كان معانا مشاكل كتيره بسبب السفر دوت. لا هتسافر وانت لسه على البر، لا، قولا واحدا ما تتجوزش، اصبر، سافر. يعني ممكن خلاص مثلا اجهز نفسي ان انا اجهز نفسي ان انا اسافر، مثلا اقعد الفتره اللي كان اجي مثلا اخطب سنه سنتين واخلص وضع، بس لما اجي يعني اجي خلاص استقر، اعمل فرح واتجوز وادخل، تمام. لان اصلا في شرع ربنا يعني ما ينفعش ان الراجل يبعد عن الست اكتر من 6 شهور في الموضوع دوت. يعني هو اصلا ده في الشرع، بس للاسف الناس كده مش عارفه كده. يعني انا مثلا متجوز فمسافر بره، فالمفروض انا يعني ما امنعش نفسي عن مراتي، تمام، اكتر من 6 شهور. يعني ده الوقت اللي الشرع قال لك ان الست دي تقدر تستعمل فيه بعض الراجل في الموضوع دوت. فانا يا استاذ ياسر يعني نصيحه من اخوك، بلاش الموضوع دوت، شيله من دماغك.
سافر اظبط حالك، لما تلاقي نفسك خلاص فاضل لك سنه سنتين هتستقر، تعالى هنا اخطب شوف بنت الحلال، تمام، وسافر تاني، بحيث ان انت لما تخلص الفتره اللي انت مش هترجع فيها تاني، تمام، يبقى انت ايه تتجوز. لا انت عايز تفضل هناك يبقى خلاص بتاخدها معاك. يا جماعه صدقوني الموضوع دوت بيعمل مشاكل كتير. انا ممكن يعني مش هنشك في الست ولا اي حاجه، لا في بنات اصول ياما، بس برضه هي انسانه ضعيفه، وجودك معاها ده مهم، وجودك معاها فارق. فارجوك طول ما انت لسه ما خدتش الخطوه دي، لا اتكل على الله وسافر لو انت شايف ان فرصه السفر كويسه، ولما تيجي بقى اتجوز. يا رب اكون فدتك.